فيلم مرعي البريمو للفنان الكبير محمد هنيدي. قصة فيلم مرعي البريمو بيجسد هنيدي في الفيلم شخصية مرعي تاجر البطيخ واللي بتشتغل معاه في تجارة البطيخ، وبيواجهوا مع بعض مشاكل كتير ومواقف ومغامرات كوميدية، بالإضافة لغناء محمد هنيدي وعباسة حمودة من خلال الأحداث. بيشارك في البطولة عدد كبير جدا من الفنانين، منهم غادة عادل وأحمد بدير وعلاء مرسي ومصطفى أبو سريع ومحمد محمود. والعمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد. بيعود هنيدي في مرعي البريمو للعمل مع مخرجه المفضل سعيد حامد بعد ما عملوا ثنائية فنية ناجحة على مدار سنوات فاتت، اللي هي عبارة عن 5 أفلام، وهي صعيدي في الجامعة الأمريكية عام 1998، وهمام في أمستردام عام 1999، وجاءنا البيان التالي عام 2001، وبعدها فيلم صاحب صاحبه عام 2002، وفيلم يانا يا خالتي عام 2005. وبيسجل مرعي البريمو التعاون السادس بين هنيدي وسعيد حامد في السينما. يذكر ان محمد هنيدي في المنافسات السينمائية للعام الثالث على التوالي، وده بيحصل لأول مرة من عام 2008 انه يتعرض له فيلم في 3 سنوات متتالية. اتعرض له السنة اللي فاتت في 2022 فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، اللي اتعرض خلال شهر ديسمبر اللي فات. وفي عام 2021 تواجد هنيدي بفيلم النمس والإنس، واللي اتعرض في شهر أغسطس في 2021. وكان آخر تواجد للنجم محمد هنيدي في السينما 3 سنوات متتالية لما قدم أفلام زي رمضان مبروك أبو العالمين حمود عام 2008، وعندليب الدقي عام 2007، ووش إجرام عام 2006. ومن الوقت ده لم يتواجد هنيدي سينمائي بشكل منتظم أو لسنوات متتالية زي ما بيعمل خلال الفترة دي. بيشارك الفنان الكبير لطفي لبيب في فيلم مرعي البريمو، وبيجسد خلال الأحداث دور جد النجم محمد هنيدي، وهو دور محوري بتتبني عليه عدد كبير من المشاهد. ونشر النجم محمد هنيدي بطل فيلم مرعي البريمو على صفحته الخاصة بموقع انستجرام بوستر فيلمه بيتصدره الفنان الكبير لطفي لبيب، وعلق قائلا: وعلى سبيل الجمال عايزين تحية خاصة وكبيرة جدا جدا لعم لطفي لبيب اللي بينور فيلم مرعي البريمو، وقولوله كل اللي تحبوه، هو هيشوف كل كلامكم. صرح الفنان لطفي لبيب عن سعادته بالمشاركة في فيلم مرعي البريمو مع الفنان محمد هنيدي. وقال لطفي لبيب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر اللي بيقدمه الإعلامي شريف عامر على قناة MBC، وقال: متشكر للناس وحبهم، وأنا بحبهم وبحب مصر كلها، صحتي كويسة وبخير، وشاركت في مرعي البريمو كضيف شرف، وعاوز أقول ما أجمل هنيدي لأنه استضافني في الفيلم ده، وأنا عملت مع هنيدي تقريبا كل أفلامه زي جاءنا البيان التالي وصاحب صاحبه ويانا يا خالتي وغيرهم كتير. وأضاف لطفي لبيب: شكرا لمحمد هنيدي اللي رجعني أقعد تاني في الكواليس وأعيش الأجواء دي، أنا متربي في الكواليس واللوكيشنات، بقالي سنين عمري مقضيها في اللوكيشنات وبتبسط جدا، والموضوع مش متعب، بالعكس ممتع بالنسبة لي. وتابع لطفي لبيب وقال: أنا بشكر كل اللي اشتغلت معاهم، وسعيد حامد وغادة عادل الجميلة وأحمد بدير ومصطفى أبو سريع وعلاء مرسي، بشكرهم جدا لأنهم استضافوني استضافة جميلة وممتعة، ويا رب الفيلم يعجب الناس. كشف النجم محمد هنيدي عن بوستر فيلمه السينمائي الجديد مرعي البريمو اللي هيتعرض في السينما يوم 2 أغسطس المقبل. ونشر هنيدي البوستر عبر حسابه على الانستجرام وعلق قائلا: استنوا مرعي البريمو وجماعته، استعدوا يوم 2 أغسطس الجاي. وظهر على بوستر الفيلم جميع أبطاله وهم بيقعدوا على عربية ربع نقل عليها بطيخ. وطرحت الجهة المنتجة لفيلم مرعي البريمو برومو صغير للفيلم استعداد لطرحه قريب جدا في دور العرض السينمائي. قال الفنان كريم مغاوري إن دوري في فيلم مرعي البريمو هو دور ضابط مباحث، وكل مشاهده هتكون مع الفنان محمد هنيدي والفنانة غادة عادل. وأضاف كريم مغاوري خلال لقائه مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج صباح البلد اللي بيتعرض على قناة صدى البلد إن دي أول مرة يشتغل فيها مع الفنان محمد هنيدي، وهو شخصية كويسة جدا على المستوى الشخصي، واستطاع إنه يحتويه لأنه كان عنده رهبة. وقال إن الفنان محمد هنيدي كان نجم جيلنا. كمان نتكلم عن الفنان مصطفى أبو سريع اللي بيعيش حالة من النشاط الفني، شارك مؤخرا في 3 أفلام: فيلم بيت الروبي مع الفنان كريم عبد العزيز، وفيلم بلوموند مع حسن الرداد، وفيلم 5 محي الدين أبو العز بطولة أحمد فتحي. واخرهم فيلم مرعي البريمو مع محمد هنيدي. وقال مصطفى ابو سريع في لقاء ليه
فرحت جدا بمشاركتي في فيلم مرعي البريمو مع محمد هنيدي، كانت تجربة حلوة جدا بالنسبة لي. وفرحت برضو بردود الأفعال على البرومو، كان في ردود أفعال إيجابية كتير وعلى محمد هنيدي، وكان في ردود أفعال اتسرعت في الحكم على الفيلم. بيكون في بروموهات لأفلام بتكشف عن قصة الفيلم، وبيكون في بروموهات بتكون غير مفهومة لأن الضحك مبني على قصة الفيلم وما ينفعش الكشف عنها في البرومو. والضحك داخل مرعي البريمو مبني على القصة والأحداث، وبرومو فيلم مرعي البريمو كان حريص على عدم حرق قصة الفيلم، وفي ضحك من القلب داخل الفيلم، ولا يمكن الحكم على الفيلم من البرومو. فالبرومو هو وسيلة دعاية للفيلم، واللي عاوز يحكم على الفيلم لازم انه يروح يشوفه. كمان قال انه تم ترشيحه للدور عن طريق محمد هنيدي والمخرج سعيد حامد، واللي حببه للمشاركة في الفيلم ده هو ان العمل بطولة محمد هنيدي واخراج سعيد حامد. ولما يتعرض عليك المشاركة في فيلم من بطولة نجم كبير زي محمد هنيدي ومخرج كبير زي سعيد حامد، فبالطبع لازم تشارك فيه، لانه كان من طموحاته الفنية العمل مع اساتذة كبار زيهم. قال انه بعد ما قرا السيناريو ودوره في الفيلم اعجب جدا بالورق والحدوته والضحك مبني على القصه والمواقف داخل الفيلم، والجو العام للفيلم كان اكتر من رائع. كمان قال عن دوره في الفيلم انه هيجسد شخصيه عصران ابو هيبه، وهو جوز اخت مرعي البريمو، وبينهم العديد من الصراعات والمواقف الكوميديه خلال احداث الفيلم. محمد هنيدي موهبه كوميديه كبيره وكلنا بنحبه كفنان، ولكن لما تتعامل معاه وتعرفه عن قرب بتعيشه اكتر، فهو بيحرص على ظهور زملائه في التصوير بأفضل صورة ممكنة. وكواليس التصوير معاه كانت ممتعة وعظيمة جدا، وهو اللي كان حريص دائما على انه يكون قريب من الجمهور. واللي قاله مؤخرا عن اخر اعماله شجاعة كبيرة جدا منه، وده بيأكد انه يكون حريص جدا انه يكون قريب من الجمهور وتقديم اعمال فنية عظيمة. وانا كنت سعيد جدا خلال تصوير الفيلم، وكانت من التجارب المميزة في مشواري الفني واللي اتمنى تكرارها. عودة المخرج سعيد حامد مكسب كبير جدا للسينما، ومدرسة سعيد حامد من المدارس الإخراجية المتميزة، وقدم روح كبيرة جدا داخل فيلم مرعي البريمو. بيمثل فيلم مرعي البريمو عودة لمحمد هنيدي في تقديم الأدوار الصعيدية بعد ما قدمها قبل كده في مجموعة من الأفلام في بدايته الفنية، ومنها فيلم الهروب وصعيدي في الجامعة الأمريكية وعسكر في المعسكر. وبس دي كانت كل التفاصيل والمعلومات عن فيلم مرعي البريمو. هو الفيديو خلص وانتوا لسه ما عملتوش لايك وسبسكرايب؟ أسوأ حاجة لما خنجر الإحباط يجي من أقرب الناس ليك. انتوا تعملوا معايا كده ليه؟ وبس انا كده خلصت. الحقيقة أنا ما عنديش معلومات ممكن أقولها لك أكتر من كده، شكرا.